ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. معايا كمية من الجمبري، يعني حوالي كيلو. مسكت الجمبري كده وفتحت الظهر بتاعه وخرجت السلسلة الرملية، ودي مهمة جدا، ما ينفعش تسيبيها في الجمبري. تمام بالشكل ده، وضغطت عليه ضغطة علشان يتفرد معايا. وواحدة كمان اهي من الظهر وشلتها خلاص. في طاسة على النار عندي معلقة من الزبدة على معلقتين من الزيت، واديتهم تسيحة كده على النار، ونزلت بالجمبري بتاعي. بياخد على كل اتجاه حوالي دقيقة، يعني مش اكتر من كده. تمام براحة جدا، وانتي طبعا شغالة بتقلبي في الجمبري عشان بيكون لسه اللحم بتاعه حساس جدا. فكده خلصت دقيقة على كل اتجاه، شلته، وفي نفس الطاسة اللي انا شغالة فيها نزلت بمعلقة تاني من الزبدة على معلقة من الزيت، على 4 فصوص من الثوم، وعلى معلقة من الدقيق، وقلبتهم كلهم على بعض. وفي النهاية نزلت بكوباية من كريمة الطهي، وكان أحلى صوص باتر فلاي ممكن تجربيه.